كسل في الغدة الدرقية أو هايبوثايروديزم ومش عارفة تنزلي في الوزن، أول حاجة لازم تتأكدي إنك بتاخدي الجرعة المظبوطة من الهرمون التعويضي الالتروكسين، وإنك بتاخديها بعيد عن الأكل والمشروبات زي الشاي والقهوة، والأدوية والفيتامينز أقل حاجة ساعة زي أدوية الحموضة وأدوية الصرع والمضادات الحيوية، والفيتامينز زي الحديد والكالسيوم نبعد عنهم ساعة على الأقل. ويفضل إن مريض كسل الغدة الدرقية ما ياخدش الكروميوم لأنه بيقلل امتصاص الالتروك. تاني حاجة تتأكدي إن تحاليل الغدة الدرقية مظبوطة، وأكتر حالتين لازم يهتموا إنهم ياخدوا الجرعة مظبوطة هما الأطفال والحوامل، لأنها بتأثر على النمو العقلي للأطفال والأجنة. تالت حاجة تتأكدي إن ما عندكيش نقص في الحديد ولا فيتامين دي ولا فيتامين بي 12 ولا حمض الفوليك. رابع حاجة تكوني بتشربي مية بكمية كافية، والأكل كمان يكون غني بالألياف. والفيديو الجاي هنكمل إيه الأكلات المناسبة والغير مناسبة في حالة الهايبوثايروديزم.